السلام عليكم، ازيكم يا فنزاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم قفص الطماطم اللي كان عندي من كام فيديو كده. وقلت ان انا هعمله صلصه، فدي طريقتي في الصلصه. طبعا بغسلها، بحطها في الحوض ده انا ما بعملش فيه اي حاجه غير المواعين، بغسل فيه المواعين او طبعا فراخ او خضار او كده، مفيش اي حاجه تاني، علشان كده نضيف مخصصات كده بس. طبعا بحب ان انا اغسله تحت الميه الجاريه دي عشان الطماطم تنضف اكتر، لان بتكون مليانه رمله، فبحب ان انا اغسلها في الميه دي، يعني ما بحبش احط في طبق واغسلها، لا بغسلها في الحوض على طول. هي الطماطم زي ما انتم شايفين ما شاء الله حلوه ومستويه وما فيهاش ناشف او اخضر، فدي هتسهل عليا كتير طبعا. هنا اهو دي شكلها كانت نطفت معايا وبقت زي الفل ما شاء الله. هبتدي بقى ان انا اجيب الحله اهي اللي انا هعمل فيها، دي اكبر حله في الطقم، حله هي كبيره خالص، فهقطعها اربع ترباع او نصين عادي، زي ما على حسب الطماطميه، لو كبيره خالص نقطعها 4. وهبتدي طبعا ان انا اقطعها كلها، ومش هشيل منها غير اللي هي السره اللي فوق دي، بشيلها، ولو ناشفه خالص بشيلها، لو مش ناشفه بسيبها. هقطعها كلها طبعا. والحله دي هتشيل معايا القفص الطماطم، هتشيل نصه او 3/4، وربع التاني هحطه في، لا هو نصه، والنص التاني هحطه في حلتين تاني صغيرين، هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله لما هرفعها على النار. خدوا بالكم، انا الطماطم جبتها يوم وسبتها لتاني يوم او تالت يوم، لغايه لما حسيت ان هي خلاص كده ينفع ان انا اعملها صلصه، علشان ما كانتش يعني كانت عايزه تستوي حبه برضو، فروحت سبتها، وطبعا شتا فما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه منها هتبوظ. هنا اهو بقطعها، ومعايا فوفو كتر خيره بيساعدني يعني اهو. هنا قطعتها وحطيتها طبعا على نار متوسطة، الطماطم بتستوي على نار متوسطة. ودول الحلتين التانيين اللي انا قلت لكم عليهم. عايزه اقول لكم والله اليوم ده كنت واقفه طول اليوم، فطلع عيني في المطبخ. هوريكم شكلها بقى بعد ما بتاخد غلوه على نار متوسطه. بتبقى طبعا مش بحط ميه خالص، ميه نهائي ما بحطش، وبضربها في الخلاط، لان جربت اعمل بالهاند بلندر، بس لقيت تقيل على الحله، يعني الهاند بلندر الحله تقيل عليه. دي كانت الصلصه اللي انا وريتها لكم، دي كانت اللي هي الصلصه اللي انا بسيبها بطبخ بيها او اي حاجه، لكن ده هعمل لكم صلصه الطماطم. فسلقت بطاطسايه، وهحط بنجر، وحطيت صلصه، وهحط يعني ربع كوبايه سكر كده، او معلقتين 3 كبار. وهبتدي ان انا، وطبعا معلقه ملح، لان هي كده بيبقى السكر كماده حافظه. وهضربهم، هو هلاقيهم ان هم تقال شويه على الخلاط، بس عادي ممكن اعملهم بالهاند بلندر، دول هينعمهم اكتر كمان. فهضربهم اهو، شايفين لونها ما شاء الله، والسمك بتاعها تقيل جدا، بتسهل عليا لو هعمل مكرونه، لو هحط معلقه مع الصلصه التانية كده. فبصراحه انا ما بقدرش استغنى عن الصلصه نهائي. كنت دايما بشتري صلصه برانيه، بس طبعا دلوقتي بعملها في البيت، فبتسهل عليا حاجات كتير. شايفين القوام بتاعها ما شاء الله تحفه، يعني هتشوفوه وانا بصفيها. انا بصفيها في الحله اللي هحطها على النار. بصوا اهو صفيتها، ده اللي طلع منها. فهي الحله، بصوا هتشوفوا القوام بتاعها، شايفين تحفه اهو. طبعا هتاخد غلوه عشان تأثر معانا كده، او اللي هي تتقل اكتر، هي لازم تاخد غلوه.
بعدين بصبها في البرطمانات على طول، مش بستنى ان هي تبرد وصبها في البرطمانات. بصوا القوام عامل ازاي، بتبقلل كده. لا يعني بصراحة الطريقة دي احسن طريقة ممكن تعملوا بيها الصلصة. وهحطها اهو، هتشوفوا القوام بتاعها وانا بنزله في البرطمان اهو. بصوا تقيلة ازاي، تحفة. دي الطريقة المعتمدة ليا في الصلصة. وخدوا بالكم انا مش بشيل القشرة بتاع الطماطم خالص، هي ما بتأثرش في اي حاجة. ولو عصرتوها، لو عملتوها بالطريقة دي وعصرتوها وقصدي وصفتوها، مش هتلاقوها بتنزل القشر بتاعها ده خالص. جربوها وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وهنسيبها تبرد، وبعدين ان شاء الله هنحطها في التلاجة. والصلصة اللي في الاكياس هنحطها في الديب فريزر. بس كده، دي نهاية الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.